الابواب الخشبيه قصه كبيره وحدوته ملهاش اول من اخر. قررت انك تركب ابواب خشب عندك في الشقه، فتحتار بقى تجيب جاهز ولا تعمله عموله، اشتغل خشب طبيعي ولا خشب مصنع. طيب نوع الخشب اللي هشتغل بيه موسكي ولا زان، ارو ولا كونتر ولا ام دي اف ولا ايه بالظبط؟ قصه كبيره وتعالى اقول لك بتمشي ازاي، ونعرف الاول انواع الخشب ومميزاته. الاول لازم نفهم ان في اخشاب طبيعيه واخشاب مصنعه. الطبيعي من اسمه طبيعي كده، ربنا هو اللي خلقه، بنروح نقطعه من الشجره بدون تدخل الانسان على طبيعته كده، زي الزان والارو والموسكي والمهوجني وكمان العزيز. كل نوع من دول ليه كثافه معينه، بالتالي متانه كل نوع وصلابته مختلف عن التاني، وكمان ليه شكل ولون مختلف وبنسميها ثمره الخشب. زي الزان مثلا، وده من اقوى الاخشاب اللي ممكن تشتريه، لان كثافته بتكون عاليه وفي نفس الوقت وزنه تقيل، وبالتالي متانته بتكون اعلى. لونه بيكون قريب من اللاتيه، وساعات بيقولوا عليه بني نسكافيه. وشكل الثمره بتاعته بتكون عباره عن خطوط مستقيمه طوليه ومتقطعه على هيئه شرط بالمنظر ده. النوع الثاني الخشب الارو، ويعتبر نفس الزان ونفس المتانه بالظبط، بس شكله بيكون احلى من الزان واجمل. لونه مختلف شويه عن الزان، وبيكون فيه منه البني النسكافيه وكمان الرمان. الثمره بتاعته بتكون عباره عن خطوط متصله على شكل تموجات او دوامات بالمنظر ده، وبيخش في صناعه الموبيليا والابواب الفخمه جدا زي الزان بالظبط. ولو عايز تفاصيل اكتر وتعرف ايه احسن باب ممكن تشتريه، تابع معايا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ولو ناوي تجيب ابواب او تصنع عموله الفتره دي، حاول تاجل شويه لغايه ما تتفرج على السلسله كامله. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.